انا بحب واحد هو متجوز وانا متجوزه، بقالنا 9 سنين مع بعض ومش عارفه ابعد عنه. جربت وحاولت معرفتش. اديلك تشبيه يساعدك ان انت تعرفي ليه انت ما بتعرفيش، ويساعدك ان انت تعرفي بعد كده لو هتاخدي قرار يكون قرار حازم. ومن الاخر، العلاقات اللي هي ما فيهاش مسؤوليه بتكون علاقات حلوه، بتكون علاقات جميله. ليه؟ لانه المسؤوليات بتخلق ضغوطات. وقت الضغط الانسان بيكون في اغبى حالاته بيطلع اسوأ ما فيه. خلاص. فبالتالي طول ما العلاقه علاقه يعني مش شرعيه ومش في اطار الجواز، ما فيش مسؤوليات، بيبقى بس الموضوع يعني وقت انه لما يكون في مشاعر فبيبقى فيها اكتر حاجه الغالب عليها هو الدلع يعني. فهي عامل بالظبط زي السفر. لما تروحي منتجع كده سياحي يعني 5 نجوم، فانت بتدلعي بس، بتفصلي تماما عن حياتك وبتفصلي عن الدنيا ومسؤولياتك وكل مشاكلها. فبالتالي بالنسبه لك المنتجع ده اجمل حاجه في الدنيا ومبسوطه بيه قوي علشان انت بتفصلي فيه. تعالي نعكسها. جربي كده المنتجع ده يبقى بيتك وشغلك، انت عايشه هناك، تفتكر هتبقي مبسوطه بيه زي ما انت مبسوطه بيه دلوقتي؟ لا. هو بالنسبه لك عادي، لانه مكان شغلك، مكان كل يوم بتصحي فيه وتنامي فيه. ما بيبقاش بالنسبه لك مبهر زي الاول. ويبتدي ان يبقى فيه ضغوطات مسؤوليات نتيجه الشغل، فبيبقى بالنسبه لك نفسك تسيبيه وتمشي، تروحي بقى مدينه علشان تفصلي هناك. فلما تستوعبي انه العلاقه حلوه علشان هي ما فيهاش مسؤوليات، وعلاقه بيبقى فيها منظور الدلع بس، عشان كده هي كويسه. فبالتالي طول الوقت هتحاولي ان انت تهربي عشان تدلعي فيها. في الاخر في تمن هيدفع، مفيش حاجه هتتعمل من غير تمنها. فانت ربنا ساطر عليك بقالك 9 سنين وما دفعتيش التمن. بلاش التمن يدفع مره واحده كله، الحقي نفسك.